آخر حاجة الأهلي يفشل، يفشل في إيه؟ يفشل في تسويق أشرف داري، أشرف داري دلوقتي بقى واقف زي اللقمة في الزور في إضا في قايمة الأهلي، واخد مكان في قايمة الأجانب، إصاباته كتير، ياسين مرعي وممكن يجيبوا أي حد مصري مع ياسر إبراهيم مع الكلام ده كله، مش ما فيش حاجة لأشرف داري ومرتبه عالي، طيب اطلع يا ابني إعارة، قال لك مش هاطلع إعارة جوه مصر، أنا مش عايز أطلع إعارة جوه مصر. طب اطلع إعارة روح الرجاء ونجيب يوسف بالعمري مكانك، قال لك لأ مش هاخش بدل فالأهلي عمّال يعرض على كل الأندية جوّه مصر وبرّه مصر، ما حدش عايز يشتريه عشان ما عندوش اللي عنده الإصابات كتير وفلوسه كتيرة، فأعتقد إن الأقرب الأهلي لو ما عرفش يسوّقه الأهلي دلوقتي بيفكّر في إيه، أي نادي ياخده هندفع إحنا نُص مرتّبه، هندفع جزء وأنتم جزء، هنشيل إحنا النُص، تمام؟ وأنتم خدوه، لو ما عرفوش يبقى هيمشي في الصيف free، ولكن الأهلي لازم أو عايزين بضرورة جدًا إن هم يسوّقوا أشرف داري في يناير عشان يلحق يجيب مكانه مهاجم أجنبي يستفيد في القايمة بمكانه. ده موقف أشرف داري وموقف الأهلي، الأهلي حتى هذه اللحظة فاشل تمامًا في موضوع أشرف داري، ولحد دلوقتي لسه ما حسمش ملف تجديد أليو ديانج.